هوش جالدن تركيا. اعرفكم نفسي الاول، انا عبد الله فنيتو، بقدم محتوى اوقات ممكن يضحك اوقات لا. انا جيت. لو انت لسه جديد معانا ارجع اتفرج على الحلقات اللي فاتت عشان تعرف احنا ازاي وصلنا لتركيا. انما لو انت معانا من زمان ولسه ما دوستش زر الاشتراك فكده نزعل منك. انزل بسرعه دوس زر الاشتراك واضرب زرار اللايك وما تنساش تفعل زر الجرس علشان تكون متابع معانا في الرحله. عاملين ايه؟ وحشتوني. طبعا زي ما انتم عارفين خلاص وصلنا تركيا وبدأنا نتعرف على المشاكل اللي من نوعية مختلفة. أنا كواحد مصري عمري ما سمعت عنها. أنا كواحد عايش طول عمري مع أهلي، لما رحت الإمارات قعدت في فندق ما سمعتش عن حاجة اسمها سكن مغتربين. والأنيل إن سكن المغتربين بتاعك يكون في اسطنبول، خصوصا شيرين إفلر في فترة الصيف. ليه بقى؟ ده اللي هنعرفه الحلقة دي. بعد لما وصلت شيرين إفلر كان ابن عمي في الوقت ده شغال في مطعم هناك. جه قال لي أنا أخدت استأذنت من الشغل نص ساعة كمان بعد ما وصلنا شيرين، لأن كنا اتأخرنا 3 ساعات السفر اللي كانوا من مطار سباحة لشيرين. قال لي أنا استأذنت كمان نص ساعة وتعالى أروح أوديك السكن اللي أنا مجهزه لك ومختاره لك علشان تيجي تسكن فيه. رحنا السكن اللي هو بالمناسبة كان بعيد جدا عن ميدان شيرين. وبعد لما وصلنا واحنا شايلين الشنط وجاي انا من مشوار 3 ساعات وقبليها رحلة طيران 6 ساعات ولا 5 ساعات، فانا فاصل. ورحلة الطيران كانت بتوك توك، يعني يا ريتها كانت حاجة عدلة. فانا فاصل عايز انام. نروح ونرن على الراجل صاحب السكن ما يردش، مع ان الساعة كان وقتها 2 الظهر. ما يردش الراجل ما قال ما فيش. قالوا ما فيش. والنص ساعه بتاعت ابن عمي خلصت وكنا مجبرين ان احنا نروح المطعم. فانا طبعا واحد ملوش اي مأوى، لازم اروح مع المطعم اللي هو شغال فيه. ما انا هقعد فين؟ انا بقى ماشي بتكلم مع ناس. حرفيا كل اللي انا بعمله صح، مفهوم، كلام سليم، مش فاهم اي حاجه، لغه جديده عليا. وبيعتزوا جدا بلغتهم التركيه، حتى الانجليزي اللي انا طالع بيه من الادريسي مش بينفع هنا. هم حرفيا تركي 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 او تركش، بس مفيش حاجه ثانيه. هاتوا لي الكلب ده، هاتوني على مكتبي. رحت المطعم، طبعا انا واقف مش قادر. انا بشوف الحاجه اتنين، يعني مش قادر ان انا افضل واقف على رجلي اكتر من كده. لغايه لما ابن عمي حس بيا قال لي اقول لك ايه، في مخزن جوه خش اترمى فيه لغايه لما نشوف هنعمل لك ايه في موضوع السمك. هو كان بيعاملني على ان حته لحمه. عندك كلمة طيبة قولها، ما عندكش تغرس خالص. ما فيش اي ادميه، لكن انا من تعبي ومن خلاص انا حرفيا بموت وانا واقف. قمت دخلت المخزن وفرشت كرتونه والله العظيم عمري ما هنساها. يلا ايام. وقمت نايم. نمت صحيت عليه وهو بيقول لي ده الراجل اللي انا كنت مجهز لك معاه السكن جاب حد لما انت اتاخرت في الوقت، فكر ان انت مش جاي اصلا وجاب حد مكانك. نعم نعم نعم. طيب هنعمل ايه يا ابن عمي؟ قال لي انا هشوف لنا احنا الاثنين اوضه ثنائي هنقعد فيها. طيب الاوضه دي فين يا ابن عمي؟ الاوضه ديت في شيرين. انا طبعا اول ما نزلت شيرين، فبالنسبه لي تركيا هي شيرين افلر. فانا بالنسبه لي ده النعيم، انا عايز افضل هنا. رحنا خدنا اوضه فعلا في شيرين افلر، كانت اوضه زوجي. وفي الاوضه ديت انا عشت 15 يوم بس، يعني احنا كنا المفروض ان احنا فين ايجار شهر، انا ما عشتش غير 15 يوم. وفي ال 15 يوم دولت انا اتعرفت على حته صديق، بس مش من التاني، هو صديق صديق اسمه البق. للناس اللي عايشه في مصر وما تعرفش يعني ايه بق، او الناس اللي عايشه في ايجيبت وما تعرفش يعني ايه بق، البق ده هو حشره قد كده، هي اصغر من الصراصير، لكن تقريبا يعني هم عزوه. ما بتلاقيش بقايه ولا اتنين، تلاقي 15 بقايه في الحته دي، 20 بقايه في الحته دي، هم قبايل ما بيجيش فردانيات. والبق ده عليه قرصه مش بس اقوى من النحله، لا دي بتسيب لك علامه اقوى من لاف بايت. يعني هو بيسيب لك علامه، يعني واحد واحد عضك بقى انتوا فاهمين. وانا من نوعيه جسمي ان انا جسمي حساس، فانا رحت انا ما اعرفش اي حاجه عن بقى ولا اعرف مين ده. وقمت نايم لقيت ابن عمي طبعا هو اقدم مني، فلقيته قام جاب بقى منظفات وبتاع ولغايه المرتبه بتاعته بقى بيرمي وبتاع. انا قلت يعني ما نضيف ماشي بس مش الدرجه دي. كان ناس نام مسحنا، ما عايز انام. نمت مفيش ساعه وصحيت
انا لون جسمي كله احمر وعمال اهرش في كل حته. ايه يا صاحبي ده؟ ايه يا اسطى ده في بقى في الشقه دي. ايوه، مين الاخ؟ قال لك ده حشره وحكى لك كذا ما حكيت لك. يوم في التاني في التالت واحنا عمالين نرش على مبيدات، نغير مراتب، نعمل ما هو الراجل بيرحب بيا. ودي طبعا كانت اول مره في حياتي اتعرف على الصديق ده، كانت معرفه سودة. المهم لغايه لما القبول النهائي بتاع الجامعه بتاعتي جه. القبول النهائي كان في مكان بره اسطنبول اسمه دياربكر. انا في الوقت ده قلت لصاحبي اوروفوار وقمت منطلق على دياربكر. اي نعم انا بعته وغدرت بيه، اهو انا غدرت بيه ان احنا كنا المفروض نقعد مع بعض الشهر، انا سبته 15 يوم وسبته هو مع صديقي البق ومشينا. لكن فعلا انا كان جسمي اتدمر وكنت محتاج ان انا اروح اتعامل مع ناس، لان طول ما انا في تركيا في ال 20 قبل ال 15 يوم دولت انا برضو زي الامارات في الفندق، انا قاعد بنزل اكل وبشرب و20 ابلر ما فيهاش اتراك، هي كلها عرب. فانا اصلا لو نزلت عايز اشتري سندوتش، عايز اشتري اي عرب، سوري مصري مغربي كله عرب، مفيش اتراك. فخلاص تمام، فانا سافرت لمنطقه جامعتي الا وهي منطقه دياربكر. هناك بقى لا، انا جيت تركيا، انا فعلا كده وصلت تركيا. اول ما نزلت من المطار طبعا معايا اللوكيشن والتاكس، كان قال لي كان شمية والله مفيش. طيب جوجل ترانسليت يتكلم معايا يقول لي الماظ، قال له صح، يقول لي سامي النضر مصر، قال له اه انت برافو عليك. وكنت حافظ كلمه واحده اسمها تركيش بالميورو. تركيش بالميورو يعني انا بتكلمش تركي، بس عشان انا ما بكلمش تركي كان اي حد بيسالني بقول له تركيش باليورو، وكنت بنسى ان هي تركيش بالميورو، ودولت معنيين مختلفين تماما. فاي حد يقول تركيش باليورو يتكلم معايا بالتركيه الفصحى يعني بينطلق. يا ابني مش فاهمك وبقول لك انا ما بفهمش، طلع ان انا بقول له ان انا بفهم تركي. هو انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه انت؟ قاعد يقول الكلام اللي وانا عايز اقول له ان انا ما بفهمش تركي. فالموضوع ده عمل معايا عقبه لحد لما اتعرفت على الراجل اللي انا كنت رايح عليه هناك واسكن معاه، وهو كان شاب سوري اسمه يحيى. اقدم له تحيه من برنامجي هنا، يا يحيى يا احسن واحد انا قابلته في تركيا. والله ربنا يا رب يرزقك ويوفقك مطرح ما انت موجود. يا دين النبي ايه الحلاوه دي؟ رحت ليحيى، فتح لي بيته. اول حاجه اتاكدت ان مفيش بقى، الحمد لله الحمد لله. يعني قعدت عنده، خلصت اوراق جامعتي وبدات فعلا ان انا انزل واتعامل مع اتراك. بدات ان انا اخش البيم او اخش اي اس بير، دولت ماركتات كبيره هنا. بعد ما اشتري الحاجه ويقول لي الحساب انا مش فاهم هو بيقول لي ايه، بطلع له اكبر ورقه معايا لو ب 200 او ب 100، الورقه اللي في جيبي اكبر ورقه بديها له وبقوا في ثانيتين. رجع لي الباقي اخويا وصاحبي وكفاءه، قال لي خلاص مالكش باقي، باخد بعضي وبمشي. لغايه لما حلينا المشكله دي بان انا عملت حساب بنكي. يحيى جه معايا البنك وعملنا حساب بنكي وبقى معايا فيزا. حط يا باشا على الفيزا دي وقت ما تحط الراجل يقول لك اي رقم بس، شكرا شكرا. انما ان انا اتكلم معاه او احفظ ارقام، لا لا، ده احنا كنا بعاد قوي. ده لدرجه ان الضابط في مره وقفني بيسالني على اقامتي، انا مش عارف ان انا عايز اقول له يا عم انا لسه والله ما طلعتش اقامه، انا لسه مقدم على الملف. جوجل ترانزليت وهم هنا في تركيا عندهم عزه نفس بلغتهم، يعني اللي هو انت ازاي عايش وبتتنفس وما بتتكلمش تركي؟ انت مجنون؟ انت ازاي ما بتتكلمش تركي؟ فحصل معايا كميه مواقف في الفتره دي باللغه فظيعه. غير كده ان انا كنت تقريبا المصري الوحيد في المنطقه وقتها، لدرجه ان حتى الاتراك بقوا بيستغربوا لما بيشوفوني. الحمد لله واحده واحده اتاقلمت، واحده واحده الدنيا الحمد لله بقت جميله جدا خالص معايا. وسجلت في الجامعه ودفعت المصاريف وخدت الكارنيه، والجامعه كانت خيال بالنسبه لي. وقلت بس انا هعيش حياتي وانا كده خلاص حياتي اترسمت يا باشا ودوس. لغايه لما في مره جاي بعمل كيس على المكنه بتاعه الدفع، لقيته بيقول لي بقى مفيش فلوس. من الاخر مفيش فلوس. هنا اكتشفت ان كان في مشكله تانية انا ما كنتش عامل حسابي عليها، الا وهي ان الفلوس اللي معايا هتخلص. طيب فلوسي خلصت والدراسه لسه ما بداتش في فتره. نعمل ايه في الفتره دي باشا؟ شوف لنا اي شغلانه، شوف لنا اي حاجه، اي مصدر دخل يعرف نخلينا نفس بالمكان عادي. دور بقى على شغل. واللي عايش في تركيا فاهم يعني ايه ان انت تدور على شغل في حته غير اسطنبول. دور على شغل. قعدت اسبوع اتنين
مفيش شغل ومفيش فلوس، فاصبح ان انت بقيت حمل على اللي معاك في البيت، بقيت حمل. يعني انت ما بقتش حمل، عندك عزه نفس ومش بتاكل مع حد، هتجوع، ما انت جعان، ما انت مفيش فلوس. نرجع لابن عمي حبيبي اللي انا غدرت بيه بقى. قال له يا ابن عمي النبي انا عايز اجي لك اسطنبول اشتغل. هو بلا صياح. بعيدا عن الشتيمه اللي هو شتمتها في اول المكالمه يعني وكده، قال لي خلاص تعالى اشتغل الاسبوعين او الثلاثه دول. طبعا كنت الحمد لله استلمت اقامتي وقتها. قال لي اشتغل الاسبوعين او الثلاثه دول وارجع تاني بالفلوس. رجعنا اسطنبول وقابلنا اصدقاء جديده. لو عايزين تعرفوا ايه الاصدقاء الجديده ما تنسوش تدوس زرار الاشتراك وتخبط زرار اللايك وتفعل زر الجرس علشان تبقى اول واحد يتابعنا في الحلقات الجايه. سلام.